أننا سنرفع لواء المحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. وأقول أن هذا البرنامج برنامج الفقراء والمساكين. أقول أننا هنا لنحيي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا محمود. لو سمحت، أنا ابني طلعت له نقط بيضة كده في رجليه وفي كوعه وفي كفه. سنه كام سنة يا حاجة؟ سنه 12 سنة. ورحت له لدكاترة أساتذة أمراض جلدية كتير. طب لحظة بس يا محمود، بعد إذنك ثانية واحدة بس. عنده كام سنة؟ 12 سنة. عنده 12 سنة. المشكلة اللي عنده إيه يا فندم؟ طلعت له نقط بيضة حضرتك فين؟ في كف إيده وفي كوعه وفي رجليه من تحت. وانا دلوقتي وديته لاساتذه امراض جلديه. طب اساتذه امراض الجلديه قالوا عنده ايه؟ الحاجات دي زي البهاق. طيب هنقول وصفه البهاق النهارده ان شاء الله هيتحسن عليها جدا ان شاء الله. طب ماشي. شفاك الله يعافيك. استاذ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. للاسف قطع الاتصال. اقول اننا هنا لنحيي سنه نبينا صلى الله عليه واله وسلم. نحن هنا لنعيد العز والأمجاد. نحن هنا لنعيد الأعياد لتلك الأمة التي كان لها وعليها أن تخرج البشرية من مستنقعات الجاهلية ووحي الظلام. ولكن للأسف عندما قلبت في صفحات التاريخ فوجدت أن الحاضر خال من الصفحات، فما كان مني إلا أنني سأقلب معكم اليوم صفحات الماضي. لا. طيب أستاذ سعيد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ حسن؟ أستأذنك بس توطي التلفزيون وتفضل اتكلم. مش فاضي وطي التليفون، وطي التلفزيون. اتفضل يا أخي حبيبي اتفضل. حضرتك زوجتي عندها فيروس سي. لو حضرتك ما كتبتهاش الحلقة اللي فاتت الوصفة؟ نعم؟ زوجتك عندها كام سنة؟ عندها 47 سنة. 27 سنة. 47 سنة. عملت لها PCR؟ عملت لها PCR. كام؟ 82,000. 82,000. طيب بس قال لي ان هو الانزيمات اخبارها ايه؟ قال لي ان هو خامل. ماشي، الانزيمات اخبارها ايه؟ كويسة؟ الانزيمات 51 و48. 51 و48. طيب ابشر ان شاء الله. انت حضرتك ما حضرتش الحلقة اللي بتاعت يوم الاثنين كنا قلنا الوصفة بتاعت الفيروس. انا كتبتها حضرتك. طيب هقول لك النهارده استخدامها ازاي بالظبط وهنقول لك النظام ايه باذن الله عز وجل. ابشر ان شاء الله. هو نشط كده حضرتك ولا ايه بالظبط؟ نعم؟ هو كده 82,000 والدكتور كان قال لي خامل. قال لي خامل وكده. ابشر. بص يا استاذ سعيد صلى على الحبيب. ان شاء الله عز وجل ابشر. هو الموضوع كله ان احنا ان شاء الله عز وجل هنقول لك على النظام النهارده، حتى لو نشط هيقف خالص بفضل الله عز وجل. فانت اطمئن ان شاء الله عز وجل. ابشر ان شاء الله عز وجل. يا ام حبيبي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا فندم. الله يكرمك يا رب. اللهم امين. لو سمحت، الاعشاب بتاعت التخسيس اللي حضرتك قلتها بالنسبة للقلق هو عبارة عن زي الورق كده هو بتاع التليو. ما هي دي المشكلة الكبيرة، ان العطار بيديكوا اي حاجة، دي مشكلة كبيرة. القلق هو الدهن النباتي لشجرة السندروس، وهو يشبه في شكله لبان الذكر، ولكن شبه لبان الذكر. يعني مش شبه الورق بتاع التليو. لا تماما. ودي المشكله الكبيره اللي احنا ممكن نقع فيها، ان احنا نقول وصفات من هنا والناس تجيب حاجه ثانيه. عموما ان شاء الله. ايوه. عموما انا هقول وصفه ثانيه للتخسيس النهارده، ما حدش يقدر ينصب عليكم فيها، وصفه ببلاش اصلا. الله يكرمك يا رب. الله يعزك. اللهم امين يا رب. شكرا. اتفضل. اقول يا استاذ امل السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحت انا بس كنت عاوزه اسال على وصفه الفيروس سي. فيروس سي حاضر ان شاء الله. ابشري. كم سنه؟ عنده 45. ربنا يشفيه ويعفو عنه ان شاء الله. ابشري ان شاء الله عز وجل. هقول لحضرتك الوصفه النهارده. ابشري ان شاء الله. اقول ان الامه
الإسلامية كانت خير أمة، وكان وظيفة هذه الأمة أن تخرج البشرية من مستنقعات الجاهلية ووحي الظلام. وللأسف الشديد أجد أن الحاضر خال من الصفحات بعد أن ضيعت أمة القيادة والسيادة، وأصبحت فريسة لكل وغد مخادع، وفقدت عزتها وكرامتها وحريتها، فارتمت في أحضان التيه والضياع. تعالوا لنعيد الأفراح. لذلك إن شاء الله النهاردة يعني الحلقة ستكون إن شاء الله طيبة. يمكن الميعاد الحلقة تغير، كان الأول 11:30 والآن 11، فالناس منتظرة الساعة 11:30، فإن شاء الله يعني يبدأوا يعرفوا من الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول أن حملة وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ستظل مستمرة، وستظل منبر لكل السالكين رغم كيد الكائدين. ويمكن الحلقة الماضية لما دخل الشيطان بيننا كنت طلبت أفضل أبيات في طب النبي صلى الله عليه وسلم، وبفضل الله عز وجل يعني أرسل لي إخوة ما شاء الله وأخوات أبيات طيبة جدا 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 في مدح طب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وده إن دل يدل على عظم هذا الأمر وحب المسلمين. ويمكن الحلقة الماضية رغم أن أنا تركت الحلقة ومضيت، إلا أنني كنت أسعد البشر على الإطلاق. لماذا؟ رغم أنني تركتكم الحلقة الماضية إلا أن هذا الأمر يعني خلاني سعيد جدا، كنت فرحان جدا 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 من كتر اتصالات الأحبة. ما شاء الله اتصالات طيبة، ناس تتصل وتبكي من أجل معرفة السبب ترك الحلقة الماضية. فده أمر طيب جدا جدا جدا، فأسأل الله أن هو يبارك فيهم. وده اللي يدل على ترابط المسلمين وتودهم وتراحمهم وعظمة المسلمين، ويعني ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب، ويدل على الدفء والمحبة بين المسلمين. فأسأل الله العظيم أن يبارك فيهم وأن يحفظهم كل من اتصل الحلقة الماضية للاطمئنان على سير الحلقة الماضية. فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم من كل سوء.